حتطعمينا بحفلة بدايتك الجديدة، تعالوا لأرجيكم. هلا شروق انتقلت لمرحله جديده من التحضيرات لحفله النيو بيجينينج. هلا صارت بمرحله الاكل، عم تورجي العالم شو جايبه اكل للناس، لانه الناس اللي جايين لعندها ما معهم ياكلوا، ما شايفين الاكل بحياتهم، بس ناطرين الحفله ليجي ياكلوا عندها. كفي. أول شي حأرجيكم شو محضرين أكل للفي آي بي سكشن. اكيد اول شيء بدنا نشوف شو محضرتي لهم للفي اي بي سكشن. هلا انا مثلا بتخيل كافيار، كتف حصان، لحم غزلان. ورجينا. يكون عندنا لايف ستيشن، انجز برجر، ريب اي ستيك ساندويتش، بوم ميرو، استراليان ريب اي. هلا سرعتينا بالفي اي بي تيكت و$100 حقها ونايس بليس وناس طايره وناس طالعه من المي. اخر شيء جايبتي لهم اكل بيتاكل على البحر. اذا هلا الفي اي بي هيك اكله، لكن الريجولر شو هو؟ كنتوا عم تسألوني شو الفرق بين الفي آي بي والريجولر، هيدا هو الفرق. عم تربحيهم جميله للفي اي بي، والريجولر تيكت كمان عم تورجينهم انه انتو شو ريجولر تيكت يعني ولا شيء انتو. هلا بدنا نشوف شو محضرتينهم للريجولر تيكت. تعالوا لنشوف الريجولر جاست شو رح ياكلوا. هاتي لنشوف. والله انا خايف عليهم لهدول الريجولر، شكلهم اكلوا الضرب. هيدا الحلو وهيدا المالح. Let's try the salt الاشياء المالحة first. بيتزا. لك انا شو قلت لكم؟ معجنات، جايبت لكم معجنات، يعني دافعين $50 لتاكلوا معجنات، يعني شوي تاني كمان حتقدم لكم معها بونجيسه. أنا بتشبع قبل التم، يعني هيك بتحسي إنه عم تاكلي شيء قادرة تقشع مكوناته. شوف الثانية عم تقنعكم، قال العين بتشبع قبل التم. طبعا بدهم يشبعوا قبل التم، يعني إذا بدهم يشوفوا معجنات أكيد مش حياكلوا بقى، دافعين $50 لياكلوا معجنات. قال العين بتشبع قبل التم، قال لك روحي يا لا من ذوق الحلو. بقليوة بيتي فور تويل دامونت. معجنات، بقلاوة، بيتي فور، يعني قاعدين نحن بكافيتيريا المدرسة. على شوي بعد حتجيبي لهم هيدي الجاتو الفانيليا اللي عليها جوز الهند اللي كنا ناكلها نحن وصغار. لحتى تحتفلوا معي وتاكلوا كل هالاكل الطيب، احجزوا تذاكركم لانه صاروا قلال كتير. اللينك في لك اي اكل طيب؟ هذا اكل جايبتي لهم اياه للفي اي بي، جايبتي لهم برجر، وهدوليك الريجولر جايبتي لهم معجنات وبيتي فور وما بعرف شو. يعني برجع بقول لك الناس اللي جايه لعندك عينها شبعانه، يعني شايفين اكل بحياتهم، يعني اكيد ما نايمين بلا اكل وناطرين هذا الحفله اللي يجوا ياكلوا عندك، وبعدين دافعين حقها يعني الجماعه. يعني لو كان هلا معزوم الدكتور فود عندك، قد ايه بده يقيم لك الاكل؟ اكيد حيقيم لك اياه 0 من 10. يا شماتة الدكتور فود فيكي.